تسأل المقدام عن سبل العلا سترى. ازيك عامل ايه؟ اهلا بيكم تاني بعد انقطاع تقريبا حوالي اسبوعين او اكتر من عدم صناعه الفيديوهات، وده بسبب السحله ورا الكليه. حرفيا انا ما وصفت لك انا مسحول قد ايه في الكليه، وان انا ازاي قد ايه، وان انا قد ايه نسيت اصلا ازاي الفيديوهات بتتعمل. مش هعرف اوفي الموضوع حقه تماما، بس انا الصراحه بقالي فتره كده راكب قطر 6 الا تلت على راي عادل شكل. هقول لك ايه، اخلع وخد 6 الا تلت. المهم يعني ده فيديو انا مش هطول عليك فيه، انا بس جاي اقول لك ان احنا وصلنا 500 سبسكرايبرز، وجاي اقول لك شكرا. انا عارف ان بعض الناس ممكن تكون مستغربه ان 500 سبسكرايبرز ده مش رقم اساسا بيحتفلوا بيه، انت عامل دوش عليه. ولكن صراحه انا من ساعه ما بدأت على اليوتيوب انا الموضوع ما كانش مباشر بالنسبه لي تماما، ما كنتش مقتنع ان في يوم من الايام هيجي الفيديوهات اللي انا هعملها هتبقى تستحق ان حد يتفرج عليها. يعني اول ما ابتديت يعني الموضوع عندي ما كانش عندي اكسبيرينس كافيه انها تخليني على الاقل اطلع فيديو يستحق ان انت تشوفه. ولكن الحمد لله بما ان في تطور، او بما ان احنا وصلنا ل 500 مشترك، واعتقد ده معناه ان تقريبا في امل، يعني مش عارف يعني. بس الحمد لله انا عامه مبسوط جدا بال 500 مشترك دول. كان نفسي طبعا نعمل حاجه اكبر من كده بكتير، او كان نفسي نعمل فيديو مفصل بقى او فيديو طويل عن الحوار ده. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني. ولكن الحمد لله ده ما حصلش. وبالمناسبه واحد من اكتر الفيديوهات اللي حرفيا يعني عليه فيوز كتيره جدا دلوقتي بالنسبه للمتوسط بتاع الفيوز هنا في القناه، هو بتاع السماعه الاس دي 1004. ولقيت كذا واحد في الكومنت بيسالني هل هي دي افضل ولا البي 9 اللي هي السماعه اللي بتقلد الايربودز ماكس، واللي هي متوسطه اليوم بسعر 150 لغايه 200 جنيه، والسماعه دي والسود بتبقى 350 جنيه. فالاسئله كلها كانت بتتمحور في فكره هل فرق السعر ما بين السماعتين دول يستحق فعلا، ولا هو يعني مفيش فرق ونروح على طول البي 9 عشان شكلها اروش والكلام ده. اقول لك على الرغم من اختفائي الشديد الا اني كنت بحاول اتابع معاك على طول، حتى هتلاقيني كنت برد على معظم الناس في الكومنتس في الفتره اللي فاتت اللي كنت فيها بعرف اتنفس يعني من ضغط الكليه. وبما اني كنت بتابع الكومنتس على الرغم من ان انا كنت مختفي نوعا ما عن الفيديوز، ولكن انا كنت بتابع الكومنتس وتابعت في الكومنتس ولقيت ان ده فعليا اكتر سؤال، او ده اكتر طلب مني، وهو ان احنا نعمل كومباريزن ما بين السماعه اللي اسمها البي 9 دي والسماعه سودو اس دي 1004. وخليني اقول لك ان احنا الحمد لله بنحضر للفيديو ده. طبعا هو مع ضغط الكليه، عشان اكون صريح معاك، مع ضغط الكليه الموضوع هيتاخر شويه، ولكن الفيديو لسه ان شاء الله باذن الله بيتجهز له، ولسه لسه بنطبخ حاجه حلوه كده ان شاء الله باذن الله. فالتوتال بس بتاع الموضوع ان انا جيت اقول لك شكرا على دعمك، وشكرا لاي حد كان بيتفرج على الفيديو بتاعتي لغايه اخرها، شكرا لاي حد كان بيكتب كومنت لذيذ، شكرا لاي حد كان مهتم ان هو يتفرج على الفيديوهات بتاعتي. فدي حرفيا حاجه بسطتني جدا ان اشوف حاجه انا بقالي فتره بستثمر فيها نوعا ما بتوصل لارقام كويسه نوعا ما، او نوعا ما الموضوع فيه امل يعني. ولان صراحه كمان الفتره اللي فاتت الفيوز كانت مش ألذ حاجه خالص، والفتره اللي هي اللي قبل الفتره دي الفيوز ما كانتش افضل حاجه خالص، كنا نوصل ل 32 فيوز ده يوم ما تتنطط يعني الحمد لله الارقام بالنسبه لي مقبوله، فتمام زي الفل ان شاء الله. بس باذن الله مع محاوله تنزيل فيديوهات اكتر ان شاء الله باذن الله الموضوع يكون افضل. ده كله كنت عاوز اقوله. يا ريت لو فيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تعمل سبسكرايب في القناه، وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله يجي لك اشعاره اول باول. ويا ريت كمان لو انت تعرف حد من صاحبك مهتم بالتكنولوجي والموبايلات والكلام ده تبعت له لينك الشانل بتاعتنا وتخليه يعمل سبسكرايب وفعل الجرس. وصحيح اللينكس بتاع السوشيال ميديا بتاعتي كلها هتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. اتبسطت ان الفتره اللي فاتت في ناس دخلت وكلمتني وكانت جايه من على يوتيوب اساسا، فدي برده حاجه لذيذه وحاجه بسطتني برده. فما تنساش لو انت حابب تبعت لي اي حاجه، حابب تتكلم في اي حاجه، تلاقي اللينكس موجوده تحت في الديسكربشن، تقدر تخش وتبعت لي مسج وهرد عليك ان شاء الله. وشكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.